خوتي لازاز، انا مخي ماركا ايرور ومخي يحبس من التوانسه هذوما واش راهم يكتبوا واش راهم يهضروا. يعني وقت اللي نعرف انه ثم انبوب النفط اللي كان يجي من ومازال موجود من الجزائر من عين اميناس يتعدى على البرمه وللصخيره، في فتره من الفترات الجزائر طلبت انه تدخل هي تكون عندها اكثر من 50% في الشركه هذه. القرار السياسي في تونس قال لا. ايش ترتب عليه؟ ترتب عليه انه الجزائر عملت خط مباشر يربط عين اميناس في البحر يوصل لعنابه، خلت لنا معناها الحلاق اللي تم استغلالها توا بنسبه 10%. ومع الاسف السيناريو هذا مش يتعاود بالنسبه لانبوب الغاز اللي يتعدى من حاس الرمل ويتعدى بتونس ثم لايطاليا. اليوم ثم مشروع اللي تحضر فيه الجزائر انه يربط الجزائر بايطاليا مرورا بسردانيا، واحنا الحقيقه ما تحسش فما وعي انه راهو النجم يكونوا مقدمين على مرحله اخرى. حتى الايتاوه اللي ناخذوها على الانبوب هذايا والكوتا اللي ناخذوه من الغاز ربما في قادم الايام والله لا العظيم غير بلغ السيل الزباه. تخيلوا معي قبل قليل لقيت هذا الكاتب هذا سامي جلولي هذا وش قال لك لعلكم تابعتم بكثير من الترقب زيارة رئيس الوزراء الإيطالية، هذا تونسية، إلى الجزائر والمباحثات حول ملف الغاز وما صاحب ذلك من حملات فيسبوكية تروج لخط غاز جديد يربط بين الجزائر وإيطاليا مباشرة متجاوزا تونس الحليف التقليدي والاستراتيجي. اسمع مليح، التوانسة يرفضون أنبوب الغاز الجديد الذي يمر من الجزائر إلى إيطاليا عبر القالة ولا عبر عنابة ولا عبر سكيكدا. التوانسة يقول لك يشعرون بالقلق على دور بلادهم الجيوسياسي، لكن الحقيقة يقول هذا الكاتب أعمق من ذلك بكثير. يقول نحن لسنا في خطر، بل نحن في أعتاب وعلى أعتاب أكبر عملية تحديث طاقوي في تاريخنا، كما يقول رب ضارة نافعة، بعيدا عن البروباغندا والمشاريع الجديدة التي تواجه تحديات فنية ومالية وجيولوجية معقدة. يقول بأن خط الأنبوب اللي راح يمر من الجزائر إلى إيطاليا عبر القالة ولا عبر سكيكدا ولا عبر الطارف قال لك يواجه تحديات فنية مالية جيولوجية معقدة. قال لك قبل أن أبدأ دعوني أطمئنكم على مستقبل تونس، نحن بصدد التحول من صاحب ممر إلى صانع قرار طاقوي، والأقفال والمفاتيح بيدنا. أرواح تسمع أخوك التونسي شو يهضر. قال لك الأقفال بيدنا سي محمد. أولا أنبوب الغاز المار عبر تونس ليس مجرد أنبوب، بل هو التزام استراتيجي وعقود دولية معقدة. صبر قبل ما نكمل نهضر لك، يا قبل ما نهضروا وقبل ما نقرأ الهضرة اللي راك تقولها يا أخي التونسي، الدكتور هذا التونسي هذا، قبل ما نكمل لك حبيت نفكرك برك باللي نفس الهضرة اللي كانوا يهضروها المراركة، حتى المراركة كانوا كيفك، على بالك المراركة كانوا كيفك، كانوا يقولوا باللي تبون مستحيل أنه يغلق الغاز لأنه عنده عقود وعنده التزامات دولية وعنده منا وعنده شكوبي وعنده. حتى المراركة كانوا يتحدون تبون بأنه يقوم بإغلاق أنبوب الغاز الذي يمر على المروك. أوكي، وحتى المراركة كانوا يقولوا باللي هناك ما يسمى بعقود دولية معقدة تلزم الجزائر على ألا يقوم أو على ألا تقوم الدولة الجزائرية بتوقيف الأنبوب اللي يمر على المروك ومنا وحنايا نضغطوا على الجزائر. حتى المراركة كانوا يهضروا نفس الهضرة اللي راك تهضرها يا جلول ولا جلولي ولا من بالك. سمعت؟ سما ما تزيدش تعاود تقول باللي نتوما راكم مفاتيح في يدكم ولا الأقفال في يدكم، ما وجامي تقول باللي نتوما صنع قرار طاقوي. إذا ما عندكش الطاقة بلع فمك، ما تقدرش تهضر باللي تقول باللي نحن صنع قرار تاع الطاقة. ما عندكش الغاز، ما عندكش الطاقة، ما عندكش البترول، ما تهضرش. هروح نكمل لك خوك التونسي شا راه يخمم خويا العزيز. قال لك انبوب الغاز المار عبر تونس. شوف نفهمكم واحد العفسه اخوتي الجزائريين، الله يرضى عليكم، بارطاجيو الفيديو لانه راهي تفجرت واحد الفتنه كبيره 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 كبيره، واحد الاخبار ما عندها حتى معنى.
اخبار راهي تقول بان الجزائر بصدد توقيف انبوب الغاز اللي يمر على تونس. لا لا جامي. انتوما الذباب الالكتروني تاع تونس هو الذي يروج لهذه الفكره، لانه انتوما عندكم عقيده مبدا كيما انتوما كيما الكلاب الاخرين تاع الزريبه هذه اللي مقابلتنا. من كان في نعمه ولم يشكر سيخرج منها ولن يشعر. الجزائر جامي قالت بانها سوف توقف انبوب، بالعكس راح نزيدوا انبوب واحد اخر بصح ما يمرش عليكم، يمر على القاله، على المدن الجزائريه. عندنا ساحل 1200 كيلومتر، لسنا مرغمين ولسنا ملزمين ان الانبوب الجديد يمر عليكم. الصفحات التونسيه هي التي تروج لانه يمكن ان يتوقف الانبوب او يستبدل، ماشي حنايا الجزائريين. حنا رانا نخرجوا، انا كل ما نلقى تونسي يهضر، في موضوع الانبوب تاع الغاز ولا في موضوع تاع البترول وموضوع تاع النفط ولا العلاقات بين الجزائر واسمه الحدود، كل ما نلقى تونسي يهضر نحكي راسي نقول يا خا هذاك التفكير وهذيك الهضره واش قاعدين يهضروها؟ هاو زعما احنا اشقاء وتقولوا انتم خاوتنا ولا واش؟ هذا الوشي هذا. يخرج منكم قسما برب الكعبه، غير كما قال هواري بومدين. يعرفكم مليح. الله يرحم اليمين زروال، الرجل الذي طبعا الرجل الوحيد قائد الأمة الذي استطاع أن يفك شفرة الإرهاب في الجزائر. اليمين زروال الزعيم الله يرحمه. هواري بومدين يعرفكم مليح يا المرخص. أروح تسمع التخمام، شوف التخمام تاعهم على بالك مخك ماركي ايرور. قال لك اولا الانبوب هذا اللي يمر عبر تونس ماشي انبوب فقط، هو التزام استراتيجي وعقود دوليه معقده. ونزيد نعاود ناكد لك يا المحلل يا التونسي يا المحلله، او ما تزيدش تغانن الجزائر في كلمه عقود دوليه ولا التزام استراتيجي. احنا ما عندناش هاد العفسه. احنا تقول كلمه بتفضليمه، ولك في العياشات ابسط مثال وابسط دليل. روح شوف الزريبه شارهم عايشين، اضرب طلع على الصفحات المروكيه وشاهد ما الذي يحدث. البارح خرج وزير الحكومه العياشي قال لهم الله غالب، قال لهم ما عندناش الغاز. هذا التونسي هذا قال لك بينما ينشغل العالم بممرات الغاز التقليديه تبني تونس جسر الكهرباء عبر القارات، كابل بحري يربطنا مباشره باوروبا يحمينا من انقطاع الكهرباء صيفا ويفتح لنا باب التصدير الفائض شتاء والفاتوره بالعمله الصعبه. او انتم كنتم تصدروا كهرباء تمشي من قوم صافا شويه. كيف يسموه هذا الدكتور هذايا؟ صبرت شوف كيف يسموه، سامي جلولي. اسمع انت عندك كهرباء، انت تصدر لاوروبا، منينك تجيب هذا الخراء؟ منينك تجيب؟ قال لك نخطط انتاج ملايين الاطنان من الهيدروجين الاخضر. هذا المشروع سيعوض اتاوات الغاز البسيطه باستثمارات ضخمه، وسوف نتخلى عن الغاز الجزائري ونخلق مصانع اسمده خضراء نجعل من فوسفاتنا الاغلى والانظف عالميا. نحن نؤسس لجيل الطاقه الذكيه والروبوتات. هذا المسار سيخلق عشرات الالاف من فرص العمل. رسالتي لتلاميذ البكالوريا وطلبه المستقبل: تخصصوا في الطاقات المتجدده. بفضل الطاقة الشمسية الرخيصة سنكسر حاجز تكلفة تحلية مياه البحر، وسنروي عطشنا ومدننا، ونعيد إحياء زراعتنا في الجنوب، ولن نتنازل عن مخزوننا المائي بالجنوب الذي تسرقه منا الجزائر، ولن نتنازل عن شبر من أراضينا التي سرقتها من الجزائر. قال لك الشمس هي النفط الجديد الذي لا يمكن لأحد أن يقوله بعيدا عنا ويحجب ضوءها عن أرضنا. علاش الجزائر تسرق لكم النفط؟ يا التونسي قال لك الجزائر قد تبني أنبوبا بعيدا عنا من حقهم، لكنهم لن يستطيعوا نقل الجغرافيا ولا تقريب المسافات ولا تعطيل الذكاء التونسي. علاش زعفتوا؟ باغي نفهم انتوما علاش زعفتوا برك؟ الجزائر لا تنوي
الجزائر لا تنوي أن تبني طريق، أو لا تنوي الجزائر أن تبني مثلا كما نقولوا حنايا أنبوب برا على تونس. حتى لو الجزائر من حقها أنها تبني طريق بعيد على تونس، لأنه كما انتم كما المرخص اللي بلانا ربي به مليه، ما تتامنوش. عبالك كي تقرا النخبه التونسيه تقرا المحللين تاع تونس والهضره تاعهم والتفكير تاعهم، هذوما ما عايشين في تونس، ما مش عايشين في المروك ولا عايشين في دول اجنبيه، هذوما محللين وخبراء راهم زعفانين ومقلقين علاش الجزائر راح تبني او راح تدير انابيب واحده اخرى يمروا على الجزائر وما يمروش عليهم. قال لك علاش؟ لا حول ولا قوه، هذوما الاشقاء. انتم جاوبوني اخوتي في التعليقات، واش رايكم في هذا المحللين والنخب التونسيه؟ واش راهم يشركوا في فمهم برك؟ واش راهم يسالوا عندنا برك؟ حنا كي كنا نحاربوا نحروا الاراضي تاعنا حاربوا معنا في الحدود، صح ماشي كي حاربتوا معنا راح تدوا الجزائر كومبلي، راح نعطوكم باطل سينو ماناش ملاح شويه. هالانبوب الغاز الجزائري اللي تعدى عنا الناس كلها تعرف اللي يوفى معناها العقد 2029. الدولة التونسية فاوضتش ولا عندهاش تصور هالانبوب مش تعمل فيه بعد 2029. حكيتش مع الجزيرية ومع الطليب، هاو الجزيرية تحكي لازم تعيط لك محمد. لا لعل كيري عندهم ما يقولون تكون موجودة، يقولون اللي هم حكوا معاهم، لا ما حكوش معاهم. والجزائر تخطط لتصدير يعني مباشر عن طريق البحر، انبوب يعني عن طريق البحر يتعدى طول ايطاليا. ايش تعملوا فيه الانبوب هذا؟ ايش عادوا فيه؟ الزيت ولا حاجه اخرى؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، والمره اللي فاتت قلت الدوله تورد في الغزوال العاد